بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متتبعي قناة صاحب العملات النقدية، مرحبا بكم إخواني جميعا في فيديو جديد إن شاء الله. سوف أتحدث فيه عن أندر العملات الورقية العربية والأجنبية كذلك. إخواني، لا يزال محبي النوادر يبدعون في بيع العملات النقدية والورقية القديمة بأسعار خرافية، ولا ينحصر الأمر على عملات الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل كل دول العالم ومنها عملات دول العربية كذلك، بحيث أصبحت العملات النقدية والورقية العربية تستهوي جميع ومحبي العملات النقدية عبر العالم، وهي تحظى بطلب كبير عليها. فعند تنظيم أي مزاد عالمي نجد فيه العملات العربية بدورها تباع بمبالغ كبيرة جدا. سوف أقدم لكم في هذا الفيديو مجموعة من العملات العربية الورقية والأجنبية القديمة التي تم بيعها بآلاف الدولارات. لذا سنتحدث عن العملات الورقية كي لا ننحصر فقط على العملات النقدية، بل يجب علينا الاطلاع على جميع العملات الورقية كذلك. العملة الأولى هي ورقة نقدية فلسطينية من فئة 50 جنيها فلسطينيا. هي عبارة عن ورقة نقدية تجريبية أصدرها المجلس النقدي الفلسطيني في القدس عام 1937 خلال فترة الانتداب البريطاني، ولم يتم تداولها في حينها ولا تحمل تاريخا، وهي تحمل الشكل العام للجنيه الفلسطيني فقط. وكان الهدف من توزيعها على أعضاء المجلس هو الحصول على موافقتهم المبدئية لإصدارها. وقد بويعت هذه العملة الفلسطينية في حدود 63 ألف دولار أمريكي، ويكمن سر ارتفاع سعرها لكونها لم تتداول نهائيا، بل كانت عبارة عن ورقة تجريبية. العملة الثانية هي ورقة نقدية من فئة 25 ريال. تم إصدار هذه العملة سنة 1966 عن مجلس نقد قطر ودبي، وتم بيعها مقابل 13,000 جنيه استرليني، إضافة إلى رسوم الضرائب، بحيث وصل سعرها في حدود 30,000 دولار أمريكي. العملة الثالثة هي ورقة نقدية من فئة 50 ريال عن مجلس قطر ودبي. تم إصدار هذه العملة إخواني عام 1966، وتم بيع هذه العملة الورقية في حدود 27,000 دولار. العملة الرابعة هي عملة زنجبار لعام 1908. هي العملة الورقية لدولة الزنجبار الإفريقية. تم إصدارها عام 1908، وهي من فئة 20 روبية، عملة ذات قيمة مرتفعة في السوق ونادرة جدا. فتم بيع هذه العملة إخواني ب385 ألف دولار. العملة الخامسة عملة اليوان الصيني لعام 1909. قامت دولة الصين عام 1909 بإصدار هذه العملة النادرة يوان واحد ومكتوب عليها 1 دولار من قبل البنك الصيني. تم بيع هذه العملة في المزاد ب127 ألف دولار أمريكي. العملة السادسة عملة الدولار الأمريكي لعام 1890، الملقب باسم البطيخ الأخضر الأكبر، بحيث الأصفار الموجودة في هذه الورقة تشبه البطيخ الأخضر، وهي من فئة 1000 دولار أمريكي، مشهورة في العالم. إخواني، تم بيع هذه العملة في المزاد عام 2013 بمبلغ 3,029 ألف دولار، عملة نادرة جدا. العملة الأخيرة هي عملة 100 جنيه الفلسطيني الصادرة في عام 1929، عملة نادرة استطاعت أن تحافظ على قيمتها، بحيث تم بيعها ب100 ألف دولار في مزاد أقيم بلندن بإنجلترا، وتم طرحها لأول مرة بهدف توزيعها على البنوك المركزية حول العالم،
وليس من أجل تداولها، عملة نادرة وقيمة. هذه إخواني هي أندر العملات الورقية العربية والأجنبية المطلوبة وبشكل كبير في السوق. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. لا تنسونا بدعمكم بالاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.